السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن إعلام الوراثة والتزوير في إعلام الوراثة. أي حد باتنين شهود ممكن يروح المحكمة والقاضي يصدر له إعلام الوراثة اللي هو عاوزه بالأسماء اللي هو كتبها في الطلب بناء على شهادة الشهود. وللأسف كل يوم في المحاكم بنلاقي الأخ بياكل في أخوه وبيحجب حد عن الميراث. يبقى مثلا عدد الورثة 3، مقدم الطلب ممكن يكتب 2 ويستبعد التالت عشان ياكل حقه. واحنا هنا بننبه لان دي جريمة يعاقب عليها القانون، اللي قدم الطلب باستخراج اعلام الوراثة واللي استخدم اعلام الوراثة بالرغم من علمه ان هو فيه تزوير، والشهود اللي شهدت على اعلام الوراثة والورثة. كلهم يقع تحت طائلة قانون العقوبات وفقا للمادة 226 اللي هي متعلقة بإجراءات الوفاة والوصية والميراث أمام الجهات المختصة، والعقوبة بتصل ل2 حبس. فاحنا بننبه على الشهود اللي بيشهدوا وبننبه على اللي بيصدر الأفعال دي أصلا. يعني مش أي حد يضحك عليك ب200 جنيه تطلع مع المحكمة وتشهد بحاجة انت ما شفتهاش. اوعى تشهد إلا إذا كنت انت على دراية بالواقع والحقيقة، او تكون عارف المتوفى والورثة الحقيقيين، عشان ده فعل يعاقب عليه القانون وانت اللي هتتأذى. وسهل جدا نسبة التزوير في العقد او اي تصرف بناء على اعلام الوراثة المزور. طيب يا استاذ محمود، انت هتقفل من غير ما تقول لنا اجراءات الحصول على اعلام وراثة ايه؟ هقول لك من حق اي حد من الورثة ان هو يتقدم بطلب على عريضة لرئيس محكمة الاسرة ومعاه شهادة وفاة المورث ومعاه صورة من بطاقة الرقم القومي بتاعه، ويكتب في الطلب ده الورثة اللي هم الحقيقيين اللي موجودين بالفعل للمورث. وبناء عليه المحكمة في خلال اسبوعين او 3 هتنزلها جلسة، هتحضر قدام القاضي ومعاك 2 شهود هيشهدوا ان المتوفى رحمة الله عليه الورثة بتوعه كذا وكذا وكذا، وبناء عليه المحكمة بتصدر ليك اعلام الوراثة اللي انت عاوزه بالاسماء اللي انت عاوزها، وممكن تستلمه في تاني يوم. نتمنى ان احنا نكون وصلنا معلومة مهمة ومفيدة، وتابعونا ان شاء الله في اللي جاي.